كان عرس كروي أكبر رقم قياسي في البطولة من ناحية الجماهير، تقريبا 78 ألف وشي حاجة. صحيح، اقترب من 79 ألف. نعم. هذه أول حاجة. ثانيا، ما أعجبني هو الروح الرياضية التي كانت تسود داخل الملعب ما بين الجماهير السعودية والجماهير المغربية. وكذلك عندما كنا في المؤتمر الصحفي، يعني الإعلام السعودي صراحة ولا أروع. يعني أغلب الصحفيين السعوديين يرحبوا بنا أننا نزور السعودية، وبالتالي كان هناك يعني أخوة. كذلك أعجبني تصريح إيرفي غوناغ المدرب الفرنسي الذي قال بأنه معجب كثيرا بالكرة القدم المغربية، قضى معها 3 سنوات ونصف. شكر فوزي القجاع على ما فعله، وقال بأنه أنتم ستحصدون كأس العالم قريبا. وأنا أعلم عندما اشتغلت في المغرب مع المنتخب المغربي على أن يعني ما حققه إيرفي غوناغ مع المنتخب سواء في كأس إفريقيا 2017 بالغابون أو 2019 بمصر ثم كأس العالم في روسيا. وبالتالي اليوم كان هناك درس في الأخلاق الرياضية، في العروبة، في التعامل الجيد ما بين الجماهير المغربية. أنا خرجت شفت الجماهير المغربية والسعودية هازين أعلام السعودية والمغربية، يعني تبادل الصور، يعني الكل فرحان. كذلك الصحفيين جزاهم الله خيرا في المؤتمر الصحفي، يعني ما كانش هناك أسئلة يعني محرجة لكل مدرب. وبالتالي حتى الفائز بجائزة أحسن لاعب البركاوي الذي شكر الإعلام السعودي، خاصة أنه سجل الهدف، ويعني كان يعني كما كنقولوا خجول عشان يفرح لأن قضى ب5 سنوات بالدوري السعودي. وقال حرفيا أنا لاعب محترف، ربما قد أعود إلى السعودية مرة أخرى. وبالتالي اليوم شفنا أحسن مباراة على الإطلاق، لا في التقنية، لا في الانضباط التكتيكي للمنتخبين معا. صراحة يعني المنتخب السعودي كان ممتازا على المستوى التكتيكي، خاصة في الجولة الثانية لما أقحم إيرفي غوناغ 4 عناصر دفعة واحدة. كذلك لا ننسى أن اليوم طارق السكتيوي بعدما حسم التأهل رسميا إلى دور الربع كمتصدر للمجموعة، فصرح رسميا على أن هناك 5 غيابات مؤثرة للمنتخب الوطني، واستطاع أن بهذه التوليفة أن يلعب 3 مباريات وأن يجاري المنتخب السعودي كما قال أنه من المنتخبات القوية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الخليج. وكذلك منتخب الذي تأهل إلى كأس العالم ورجع من بعيد بعدما التحق إيرفي غوناغ بالمنتخب السعودي. هنيئا للكرة العربية على هذا المستوى الجيد اليوم، وهنيئا للإخوان السعوديين الذين سيواجهون إن شاء الله يوم الخميس منتخب فلسطين. صلاح السعدي هذا، تعال 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 جاي، تعال بيك، تعال انت وين جايني؟ تعال في اي مباراة كنت اليوم؟ تعال طالب المنتخب العماني. ها، برازيل الخليج. سلام ورحمة الله وبركاته. تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ هذا علي بن الشيخ، وجودك هذا اشهر مذيع عندنا مع الجمهور. عنده فقرة يقول لهم تعال. شفته يا شيخ. هو اللي يدير عندنا. بخير كويس؟ بس الحمد لله. ماق عليك، ربي يحفظك، نموت عليك. الله يحفظك. الله يا ربي، الله يا ربي، الله. يا ايش الاخبار؟ تعال ابيك عند حسام. تعال. السلام عليكم. خلطت هذا مغربي اللي تتكلم. زين مغربي هاي. انت الحين عرفت الريال ولا ما عرفت الريال؟ ما شاء الله. كابتن الجزائر. طيب كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كويس؟ الله يعطيك العافية. نور ما شاء الله. تكلم معه بالفصحى. الفصحى؟ اي نعم، تكلم. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. هل تعرف أن تقول تعال جاي تعال جاي؟ تعلم قل. قل تعال جاي. قل تعال جاي. جاي. ما أنا جاي. يعني تعال هنا، تعال. فيا يسي بالعربية تعال هنا، تعال هنا. هاي تقول تعال هنا عنك. يلا هيا مع بعض. تعال هنا، تعال هنا. قل معي. لماذا زعلان؟ زعلان، طلع زعلان علينا. لا مو زعلان، لا بس عصبي، شكله عصبي. لا بالعكس، من اطيب الناس والله. ما شاء الله يعجبك. تبارك الرحمن. الله يحفظك دائما وابدا يا اخي العزيز.
زين شلون اليوم الجمهور كان؟ جمهور طيب دائما رائع ومميز، وتفاعلنا معك انت مع منتخب عمان ومنتخب جزر القمر. منتخبكم الجميل منتخبنا الجميل فاز عليك الرواس اليوم وفزت عليك انا. فاز أو سجل هدفين؟ ايوه هدفين فزنا يعني. ليس الفوز، مش مقتنع بالفوز؟ سجل هدفين ونحن جزر القمر هدف، ولكن لا يبدو أنه فاز. سعيدا؟ انظر الي انه اسد السلطنه. العمان وجزر القمر. انظر الى هذا هذه يا المباراة. صلاح، انظر الى هذه الان، انظر الى اسد عمان الان حينما شاهد نفسه ماذا فعل؟ ايش بيسوي؟ أسد عمي. الله هذا اسمع، وحسام يوم حسام انتبه له ايش قال له؟ قال له اهدى لا تحت ناس كثير مش عارفين هناك، بعد اتفاقوا كلهم هم بيخبروهم بيصورونا تحت نام بس كده. الناس كلها عموما نحن رايحين في السياره، قلت له نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت. قلت له اليوم الحرب وانا قلت له سنعيد الامبراطوريه العمانيه، اسياد البحار، المحيط الهندي والبحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز والبحر الاحمر. الله اكبر، قلت له كذا، ضحك. قال لي من معي يا هذا؟ قلت له قائد الاسطول السابع العماني. مع هذا السائق قلنا هذا في السياره بيتحدى، اخر شيء مقاتلين هدى. قلت له كيف؟ راح مع بغايقي تحت، قلت له تعال، والله ضيعنا بقي 5 6. بس يعجبني ميزه فيهم منتخبهم خالد، بدنيا ما يتعبوا خالد، ما شاء الله، ما يوقفوا. عندهم لياقه انا بدنية. شفت يجيبوا اهداف على السعوديه والمغرب في اخر دقائق. تعرف عمان نحن مشهورين عارف هذا النشاط بدنيا يعني. انا اتفاقات يا خالد، في ميزه لازم تشوف الفرق تعطي حقه. يا هذا انتوا تعرفين انت وانت لعبت مع عمان كيف ما يتوقفوا على قوله. جزر القمر عمان تعبوا منهم، مش تسجلهم ما يتوقفوا، رايحين جاي رايح. والله اليوم يا خالد صراحه المنتخب انا اقول نحن شوف اذا عديت ادى 5. خلي تكلموا بعدين، انا ابغى لي كلمه المنتخب مش اللان، بعدين نتكلم. اعطينا كلمه نرتاح فيها شوي يعني. ها؟ ما ابغى تبدي المنتخب ان شاء الله بعد يعني شوي بعد شوي. حصتي. تدري ان عدد الجماهير في هذه البطوله غطت على البطوله اللي راحت رقم قياسي. تدري اكثر جمهور تفاعلت معاه وتفاعل معك وشو؟ جمهور سوداني والله العظيم. شلون؟ جمهور سوداني فظيع صراحه. انا اشوفه من اكتشافات خلينا نقول كأس بطولة العرب. العرب وكاس العرب اللي نشوفها حقيقه يعني. جمهور متفاعل، جمهور مجنون. هذا الجمهور الشغوف اللي نحن نحتاجه في المدرجات. يعني دورك انت كاعلام اليوم تنقل الصوره من قلب الحدث. فهذا الجمهور لما تجلس معه وتسمعه وتشوفه كيف يشجع منتخبه. انا لو كنت لاعب داخل ارضيه الملعب بتحفز اكون دبل لاعب، مو بلاعب واحد اكون 2 لاعبين. فيشجعون يعني 90 دقيقه ما يوقفون. اللي تطيح دمعته، اللي تحصله يهتف، اللي يصرخ، اللي يوجه. كل تفاصيل التشجيع تحصلها في الجمهور مشجع حقيقي. السوداني. نعم المركز الثاني. ما شاء الله. المركز الثاني. المركز الثاني كمشجعين. اشتغلت ايضا مع المنتخب الفلسطيني والسوري. الفلسطيني والسوري يعني هم بحاجه للفوز والتحسم. مع كل خلينا نقول لمسه باص هم متفاعلين حاضرين، اهازيجهم يغنون. خاصه السوريا، انا بالنسبه لي السوري حاله استثنائيه ايضا. والله اي نعم. المركز الرابع. السودان والجزائر بعد. ها؟ السودان والجزائر بعد. تونس بعد، تونس. انا قلت السودان اول شيء، قلت السودان. إيه قلت ما اشتغلت مع الجزائر في هذه البطوله. أوه. بس البطولات الماضيه اشتغلت مع الجزائر. الأردن السنة بالنسبه لي هذه خالد. الجمهور العراقي ما نفتقد. طبعا انا افتقدتهم هالبطوله، ما اشتغلتها ولا مباراه. بس جمهورها اخوتي ها. شوف انا عندي الجمهور رقم 1 جمهور السعودي. وليش الجمهور السعودي؟ طبعا انا احب الجماهير كلها، بس الجمهور السعودي للحين في الصوره اللي قدامي المسيره اللي سووها في كاس العالم تتذكرها؟ وهم رايحين ملعب لوسيل صحيح قبل مباراه الارجنتين. يعني ما تروح مني هذه الصوره، واحس تفاعلهم غريب عجيب في الملعب صراحه. شوف انا العراق جمهور حتى الجمهور خاص، السعودي ما العباس. اشتغل. لكن لما تشتغل مع الجمهور السعودي عندهم طاقه غريبه عجيبه لحبهم لمنتخبهم وتحدياتهم. يعني هني نحن بالخليج يعني الرقم 1 كجمهور جمهور سعودي، حضورا تفاعلا طبعا اهازيج.
وهذا واضح. الهازيج اللي موجوده معنا بالخليج هي الهازيج السعوديه. صح ما كلنا نسمع الهازيج السعوديه. فهذه رساله، والله شو تقول يا جمال؟ اتفق معك، ها؟ اتفق معك. الرساله اللي قاعد يقدمها الجمهور السعودي اليوم وصلت كل بيت خليجي موجوده معنا. فهم يعني قاعدين ينقلوا لك حاله استثنائيه، وجمهورهم مجنون. جمهورهم مجنون في تشجيع منتخبه، جمهوره مجنون لانك تحس ان فعلا هذا الجمهور في اي وقت يطلع لك يعني قفشات واشياء جميله تليق بمشجع يحب منتخبه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذا سوق واقف الحين يا شباب لايف الان الساعه كم الحين؟ الساعه 11 ونص. الساعه 11 و23 دقيقه. 12 ونص. 12 ونص. 12 ونص. فؤاد بس شوية 12 و 12 26 دقيقة. ابو فؤاد جاسم، شو الساعة اللي حاط لنا قدام حسبي الساعة 11 ونص. لا ابو جاسم في جمهور، معقولة الساعة 12 ونص؟ في جمهور، الله يسامحك أنا من المساعة في بالي إنها الساعة 11 ونص والله. في جمهور كاس اسيا صراحه جمهور كان عادي، بس بهالبطوله الجمهور داخل الملعب يخرع صراحه، اللي هو جمهور أي والله. الاردني. تدري احنا شوف احنا عندنا في يعني عندك الجمهور المغربي، عندك الجمهور التونسي، وعندك الجمهور الجزائري. هذول ترى جماهير مرعبة يخوفون ها؟ خالد يعني الله لا يحطك في النص بينهم. لا خالد، إذا انا كانوا معصبين في ذاك اليوم مباراة يعني ياسر. ديربي عندهم مصيبة. انا رحت الملعب حق مباراه الاردن والكويت، شاهدت جمهور الاردن اول مره اشوفه مع جمهور الكويت بذاك اليوم. 90 دقيقه جمهورين ما وقفوا. الجمهور كان حاضر 36,000، قلت تقريبا الكويت 10,000 و 26 او 36 خالد. ما وقفوا الملعب خالد اهتز 90 دقيقه فعلا. فتفاجات صراحه بالجمهور. ليله كنت أحكي لك ما كنتش ترد علي. مركدوا دائما بحكي لك ما بترد علي. بكاس اسيا وين ما شفناهم؟ كل ساعه مدخل لي مجموعه تقول لي هذا الراب ما كانوا تجمع كلهم تجمعوا علينا. ما كانوا يعرفوا كيف يجوا على قطر، بعدين اندلوا على الطريق. يعطيك العافية صلاح حبيبي، قواك الله انت والفريق اللي معك كلهم الشباب كلهم ما قصروا بصراحة، ما جميع شاء الله، المذيعين ما شاء اي الله والله. عليهم صراحه مراسلين قنوات الكاس يعني يخلونك في قلب الحدث. ما نبي نسمي اي احد لكن الجميع مبدعين. هذا الجمهور المصري يا اخي بركات ما ذكرته. لا بركات نايم بركات نايم بركات والله. نايم. المغربي بركات الوداد نايم. والله. بص من اول بالمنتخب الحين من اول ماتش انا قلت لك يا خالد احنا عندنا جمهور اكتر من كده. اذا ابوك هذا خلاص عندنا بص يا رواس، انت انا من اول ورا- ماتش قلت لخالد احنا عندنا جمهور اكتر صح. من كده. من اول ماتش واضح ان مش دي اعداد المصريين اللي بتحضر في المباريات اللي هي في قطر او الامارات او السعوديه او الكويت. وفكره يعني وبرده ده لوم صغير طبعا، كتر خير كل لا الناس في اللي امتحانات بتيجي. انا شفتهم. بس ده لوم بتذاكر لبنى خالد ذكر لا. هذا امتحانات، والمصريين اكثر ناس يذاكروا لان شفتهم بتذاكر. لا بس فكره قال امتحانات يا اخي. ناس هم المفروض يا خالد انتوا ما تسووا بطوله تسووا امتحانات. لا الجمهور يجي في ناس والله هم بتذاكر ابنها في الملعب. يا جدع اسمع بقى يا جدع بس يا جدع اسمع. في ناس حاطه في دماغها فكره المنتخب الثاني هم يعني ايه، يعني هو في الاخر ده منتخب جاي يمثل منتخب مصر ولاعيبه محتاجه الدعم، مش فكره منتخب اول ومنتخب ثاني. انما للاسف في بعض الجماهير حاطه في دماغها كده، وعشان كده مش دي الاعداد اللي بتحضر لنا يعني. واتمنى في ماتش مصيري زي ماتش بكره محتاجين ان احنا نكسب، محتاجين كل المصريين باعدادهم من اول ماتش بكره، ولو ربنا كرمنا ان شاء الله وصعدنا يكملوا معانا لاخر البطوله لان هيفرقوا معانا كتير جدا يعني. لو سمحت يا كابتن انا عمده كفر معزه. اتفضل يا بيه. عمده مش يا جدع. باشا عمده. الله يخليك الله يخليك يا باشا. انت مبدع دائما يا كابتن. رواس يا كابتن كيف شريك المغربي؟ يا حبيبنا يا حبيبنا انت حبيب. مبدع دائما، ما شفته. كل السعوديين يحبونك. الله يحفظك ويخليك. شهاده لله. من هذا أنا أقول لك. اطيب الناس مع الجمهور، مبدع في تعامل المدرجات وتفاعل. حقيقه، والله مبدع في هذا المدرجات. ليش اقول لك فديتك رايح جاي تعال ياي تعال ياي كمين جاي كمين جاي حبيبي. تعال ياي تعال ياي وتعال هنا عشان نحس او تعال هنا. تعال هنا تعال هنا خليك معي دائما هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا هلا حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله دائما مبدعين شكرا حبيبي صراحه شكرا. جمال وين تعال ياي؟ صايدك خالد بالزاويه هناك. اجي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي فديتك رايح جاي كمين جاي كمين جاي كمان. تعال ياي اسحب 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 السلام يا صلاح، يعطيك العافيه. هلا بصلوح حبيبي. نشأة الله يعافي عمرك يا رب. نشأة كانت كم عن حالة فنية وانا قطعتك انه كان في الباص المغربي واصل، تفضل.